نتكلم كتير ويلا بينا ايه ندخل في الجد على طول. هنجيب الجزر وهنجيب العدس كمان. بصوا يا جماعه بقى، ده جزر، ده كيلو من الجزر. طبعا انا مش هستعمله كله، بس انا هستعمل يعني اكبر كميه منه، عشان يعني العدس انا بعمله عباره عن جزر، بكتر جدا في الجزر، بحب الجزر فيه لان عدس يعني فيتامين سي، وكمان الجزر غني جدا بفيتامين سي، فانا بكتره جدا في العدس. بتطلع طعمها حلو جدا 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 لما تعملي العدس بتاعك وتكتري له الجزر، يا بيبقى في حته تانية خالص. جربي كده كتري الجزر، ما تحطيش جزرايه ولا اتنين، لا حطي جزر، ما تخافيش والله العظيم، هيبقى طعمه حلو جدا 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 كمان. وقولي لي بقى انتي بتتابعيني منين برضو، عشان هنبقوا مع بعض ونبقوا اسره واحده وعيله واحده ان شاء الله. بصوا انا كده انا مش هقشره، انا هغسله غسله كويسه جدا جدا، هغسله غسله حلوه قوي وهقطعه مع بعض دلوقتي. دي كوبايه كبيره من العدس، يعني دي تعتبر يعني فوق الربع كيلو بشويه كمان. يلا بينا نعمل بقى مع بعض. غسلنا العدس اهو زي ما انتم شايفين، نحطه بقى في الحله. يلا نقطع بقى الخضار بتاعنا اللي هو الجزر بقشره، عشان احنا كده كده لما هنيجي نخلط نضربه في الخلاط هنصفيه، هنفرق اي بقايا قشر هينزل معايا وانا بصفي العدس. خلصتي كميه الجزر، كتري الجزر في العدس وما تخافيش والله العظيم هيكون مناعه